مرحبا بكم أحبائي. 5 دول ستقوم بترحيل اللاجئين السوريين منها دول عربية وأوروبية إلى ديارهم. من هذه الدول؟ خليكم معنا بعد الفاصل. يا مرحبا بالجميع. طبعا قامت تركيا بترحيل السوريين بالفعل، نعم، نتيجة عدة أسباب، منها ماني رايد إقامة وماني رايد جنسية، خذني على سوريا، ترند عالمي، منها سخريتهم من الشعب التركي بالموز والموز، يأكلون موز وشعب بخيل، منها مرسين لينا واسطنبول لينا وما حدا يعربد علينا، وعدة أمور قامت بترحيلهم بالفعل. ومنهم من يذهب، 100,000 السوريين يذهبون إلى سوريا سنويا أيضا لقضاء عطلة العيد هناك، يقول لك بلدك آمن. وأيضا تركيا رحلتهم، نعم بالفعل. الدنمارك لنفس السبب أيضا رحلتهم، نفس السبب تركيا قاموا بالترحيل. من المملكة العربية السعودية تفكر بترحيلهم الآن في خطة، لبنان أيضا يفكر بترحيلهم، والسويد أيضا لديه خطة بالترحيل. تابعونا الليلة الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول وأثينا. نترككم مع هذه الفيديوهات ولا تنسوا تتابعونا. ولا راية جنسية ترقيت مال بلادي أموت أنا سوريا. لا راية إقامة ولا راية جنسية اشتاقيت أنا لبلادي أموت أنا سوريا. يا سوري كم تطبيل جاهز حالك عالترحيل، لا يبقى فكرك مشغول، ما ضل قاعدة باسطنبول، بدك تقعد باسطنبول مو. هاي شباب مرحبين اليوم راحة سوريا، هاي شباب